هقول لك يا ابو عمو، استمتع بعرض التشيكن فراخ ميل ب 115 بدل من 400 عن طريق الابليكيشن او الهوت لاين. شكرا يا سيدي. اسمع، مش بس كده، ده تخفيض لحد 70% على كل اللبس، وبيتك اولى بفرق السعر ده يا عبيط. لا عجول. طب باي 1 جيت 2. طب ترابتا 2. يا سيدي قلت لك لا، مش عايز حاجه، ما تجرفنيش وتصدعني يا ابو عمو. كوبايه القهوه ب 35 بدل من 105. طيب يا سيدي شكرا كفايه. مش بشرب قهوة، الشاي يا محمد نفسي يجيبه. فجأة الدنيا بتمطر خصومات وأسعار ما كناش نحلم نشوفها اليومين دول، بعد ما كانوا شايفين نفسهم علينا. الخسائر اللي عملتها المقاطعة قطعتهم تقطيع، وخلت كل شركة وعلامة تجارية فيهم تخسر أكتر من 60% من أرباحها. عايزة هوا هوا. واللي نزل اعتذار رسمي على السوشيال ميديا بعد ما حب يستظرف وقطع على دماغه، ودخل المقاطعة برجله اليمين وخسر مجموعة جواكت من أغلى المجموعات اللي عملها، وكانت أسعارها بتتراوح ما بين 229 ل 799 دولار للقطعة. نعمة وفضل الحمد لله. طب اقلع الزاكيته الجديده يا عين امك. وفي الاخر انت ساهمت في ان كان يخسر 2.4 مليار دولار في الشهر من ساعة الطوفان، وكمان 600 مليون دولار اسبوعيا بسبب نقص العمالة. اللهم ديمها نعمة عليهم. شوف هم عاملين كيف وانت عامل كيف. شوف هم هيخسروا كام وانت كسبان قد ايه. هلا يا بنتي. كانوا بيقولوا لنا ان العلامات التجاريه والشركات الاجنبيه دي اجانب ما يفرقش معاهم المقاطعه العربيه، وان ليهم جمهورهم. وانا بقول لك اها، احنا في المنطقه العربيه عددنا 400 مليون مستهلك، وفرنسا تشهد على كده في 2020. بس المره دي وصلناهم لمرحله انهم فروعهم بتقفل عندنا عشان مش لاقيه قرش تكسبه. بقول لك ما فيش فلوس، اغنيها لك. ما فيش فلوس علاوه، ما فيش فلوس لي. واسهمهم في الارض. ولا ستاربكس البكس اللي نفخ صدره لحد ما طرشق في وشه، اللي دخل على خساره اكتر من 12 مليار دولار وبكل فخر نتيجه المقاطعه. ده غير فروعهم اللي بتنش طول اليوم. ومش بس اكل وشرب، يعني ادخل كده عند السوبر ماركت اللي بتشتري منه حاجات البيت، في الاول كنت تلاقي منتجات المقاطعه مغرقه المكان، والناس كانت فاكرانا بنهزر، لحد ما بقينا نجبرهم اننا نلاقي منتج محلي، وبقينا ولا بنلاقي ده ولا بنلاقي ده. من اول الشاي بفتله صفرة اللي هتشربه الصبح لحد مسحوق الغسيل اللي هتغسل بيه هدمتك، في شركات جوه المقاطعه وبراها. والله انا بقيت عايز مهندس اي تي، بقيت امشي اتلفت حواليا وابص على الكود، لو طلع بيبدا ب 729 وانت طالع لحد 871 بجري واسيبها، عشان دي هتساوي ارواح ناس كتير. خليك عارف انه في نوعين من المقاطعه. النوع الاول ورقه وقلم واكتب ورايا، دي بتبقى للمنتج، يعني هيتصدر بشكل كامل التصنيع وبيدخل السوق ويتباع، وده بقى اللي احنا عايزينه، لان دي هيخسرهم على طول وبنكسب بلدنا لاننا بنوفر العمله الصعبه يا ابو عمو. النوع التاني ده بقى الفرنشايز. هفهمك، ده بيبقى اتفاق بين الشركه المحليه مع العلامه التجاريه العالميه، بيديلهم حق العلامه، بيبقى مجرد مبلغ ونسبه سنويه، وده اللي بيمشي اكتر. مش الاكل بس، يعني كل منتجات الاكل والشرب ومنتجات التجميل والمرطبات، وحتى كمان العلاج وشركات المحمول، وتحديدا التفاحه الغاليه اللي مكتوب منها حته دي. وقالوا طز احنا بندعم الكيان، فاحنا كمان قلنا طزين طزين وما احناش شاريين، وده هيبقى له تاثير في البورصه العالميه. خلينا اقول لك بالارقام ازاي المقاطعه اثرت على البورصه العالميه. ومعناته ايه الكلام ده؟ يعني حجم صادرات امريكا للدول العربيه والاسلاميه حوالي 150 مليار دولار، وحجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية زاد عن 300 مليار دولار خلال سنة 2022، وإن الصادرات الأوروبية للدول العربية حوالي 3.7% من الصادرات الأوروبية الكلية. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. يعني من الآخر إحنا لو قطعنا يبقى كأننا بندفعهم دم قلبهم، وطبعا خسائرهم كتير وما قدروش يستحملوها، وعرفوا إنهم لازم يجيبوا ورا. أكبر مكسب لخسائر الشركات الأجنبية هي المنتج المحلي. صحيح الواحد هيحس إنه هيشرب تنر، وأنا مش بقول لك إن المنتج المحلي سوبر ومفيش مني اتنين، بس هقول لك إنك ماشي صح، فاستخدم سلاح أقوى وصداع يسمع جامد قوي. بس لازم بقى الشركات دي تستغل ده وتعلي الجودة وما ترفعش الأسعار،
دي فرصة العمر. الكيان مش محتاج غير 246 مليون دولار يوميا عشان تكمل عدوانها على اخواتك، والخسائر اللي هيخسروها دي هي اللي هتخليك تحس انك سعدت من مكانك. عايزك تعرف ان مصر هي اكبر سوق استهلاكي ب 110 مليون مستخدم، يعني نقدر كمان نصدر للدول العربية. وانت لما بتقاطع دلجيتي بتمنع اي دعم يوصل ليهم، وما تقولش يا جات عليا جات عليك، المرة دي جات عليك فعلا يا واد عمي. وما تنسوش تعملوا فولو ولايك وسبسكرايب عشان اللي مش هيعمل هو عارف اللي هيجراله. قفل يا واد.